بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا محمد نبي الأمة ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. الأهلي بانوراما الرياضة المصرية والعربية والإفريقية. تفتخر وأنت مشجع تنتمي للنادي الأهلي عندما يعلم أي مشجع أهلاوي كيف بدأ ونشأ النادي الأهلي. أنشأه مجموعة من المواطنين الشرفاء، أنشأوه ليجدوا مكانا تجمع فيه طلبة المدارس والجامعات، ويكون هناك توافق بين فئات الشعب كافة في صورة الألعاب الرياضية البدنية. أصبح الأهلي أغنية، حدوتة مصرية عربية أفريقية. كلما يذهب إلى أي مكان يجد الترحاب والاستقبال، وأيضا من أبناء وطنه في الخارج يجد الاستقبال والترحاب في أي بلد يزورها النادي الأهلي. النادي الأهلي يذهب إلى أي مكان وأي زمان للإمتاع، للأخلاق، للعب الشريف، اللعب النظيف. لك أن تتخيل لقب وألقاب عديدة، منها ما منحته له جهات رسمية كنادي القرن، ومنها من أطلقته عليه إعلام الأهلي الشريف وجماهيره الذكية. نادي الأساطير، نادي البطولات، نادي الأرقام القياسية. واستطاع كل من أدار هذا النادي من مجلس إدارة وجمهور ولاعبين أن لعبوا لهذا النادي وأجهزة فنية، الكل يلعب تحت شعار الأهلي فوق الجميع. لا اسم يعلو فوق اسم الأهلي، الكل يلعب له ولرفعته وعزته وكرامته. لذا هذا الكيان مستمر إلى أبد الظهر على طول الزمان. فالأهلي بانوراما رياضية اجتماعية ثقافية فنية كانت تقام فيه الحفلات الغنائية سنويا، والآن وكان يقوم بإحياء هذه الحفلات فنانين مطربين كبار، على رأسهم فنان الراحل عبد الحليم حافظ الذي غنى أغنية باسم الأهلي لهذا النادي: تحية وإجلالا أيها النادي. وغنى له بهاء سلطان وشيرين عبد الوهاب وغيرهم من المطربين الأهلوية. الأهلي في طريقه لإقامة أفرع عديدة في القاهرة بعد أن أقام أفرع في القاهرة، وفي طريقه لإقامة أفرع في المحافظات وفي أوروبا وأفريقيا، ينتشر انتشارا أكثر